هاي، صح اليوم بكير، عندي موعد بالمستشفى. رايح المستشفى لحتى أعمل شوية تحاليل ما قبل الولادة لحتى يطمنوا علي وعلى صحة البيبي اللي ببطني. وصلت على المستشفى، حفوت حاليا لأعمل الفحوصات. حاليا عم استنى دوري وعم أبرم بهالمستشفى من غرفة لغرفة لحتى خلص الفحوصات. بونجور، الساعة تقريبا 6 الصبح. رايح على المستشفى لحتى أعمل شوية تحاليل مشان الجنين اللي ببطني. وصلت على المستشفى، حفوت أعمل التحاليل. صرت بالمستشفى، رايح على السكشن المطلوب. وهلا خلصت التحاليل، شوي تانية وبرجع على بيتي. ناطر الدكتور يجي يعطيني النتيجة. خلصت من المستشفى وراجع على البيت. بحب طمنكم انه عملية الولادة بعد كم يوم. هاي جايز، اليوم عملية الولادة تبعتي. جاي على المستشفى تعبان ما تتخيلوا. يلا بس اعمل العملية طمنكم. صرت بالمستشفى، شوي تاني بفوت على غرفة العمليات. وهلأ طلعت من غرفة العمليات الساعة 6 المساء، فما حقدر صوركن كتير، بعدني تحت تأثير البنج وهي الدماء. فرجيكن بكرة بس لصحصح. وهلأ صار لي يومين طالع من غرفة العمليات. بحب أطمنكن إنه البنوتة اللي جبتها حاليا بالحاضنة. صحيا أنا شوي تعبان، العملية معنا سهلة لأنه أنا تقريبا انشق بطني، عندي كان مشكلة بالمشيمة. هلا ما فيني أفرجيكم مزبوط بس هو مقصوص لأنه بسبب المشيمة. إن شاء الله هاليومين بس صح مزبوط، بعدني أنه لسه تعبان. رح صور لكم البيبي ورح فرجيكم آثار العملية ورح فرجيكم كيف وضعي أنا. أحلى شي بهالمستشفى إنه في قنوات عربية، الواحد بيتسلى وهو قاعد. طبعا تأخرت لحكيت معكم، بس صار لي كم يوم كنت تعبان. العملية كانت ناجحة، البنوتة الحمد لله بخير وسلامة بالحاضنة حاليا. ورح فرجيكم هلا غرفتي ورح اطلع عن قريب من المستشفى وطمنكم. هاي الغرفة وهاي التي في. فرجيكم الإطلالة وهاي الإطلالة برا. وهون الحمام، وغراضي جوا، كل شي حلو ومرتب. وهي أنا تعبان شوي.